السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو جديد. النهارده فيديو غريب شويه. النهارده هنستخدم مع بعض سلك مواعين. كنت جبت سلك المواعين كانوا 5 مع بعض في شنطه واحده كده. كانوا ب10 جنيه، يعني الواحده ب2 جنيه. فاستعملت واحده، ما عجبنيش قوي كسلك ألمونيا لانه صد على طول. ما عجبنيش، شكله جميل جدًا، قُلت أمّا أعمل بيه حاجة فنية زي ما بنعمل دايمًا إعادة تدوير للحاجة اللي عندنا، هنعمل بيه فكرة سهلة وسريعة كده وشكلها حلو وشيك جدًا. ويالّا بينا نشوف هنعمل بيه إيه النهارده. أنا هاجي هنا، هو ملفوف زي ما إحنا شايفين كده. هاجي هنا أفُك دي اللفة اللي هُم لافينها هنا دي، تتفك بسهولة خالص. هنبُص هنلاقيه زي ما إحنا شايفين كده بيتفك معايا أهو. هو حتة واحدة، فشكله جميل جدًا. هنا الجزء مفكوك أوي، هاقص الزيادة دي. قصيت الزيادة كده، هاجي على الحرف هنا ده وهابدأ هالفه زي ما هو ملفوف من فوق، بس أنا هالفه من الناحية دي كمان. يبقى إيه، عشان يبقى بس أحاول إن أنا ألفه على ضيّق كده. هي فكرة سهلة وسريعة، وبصراحة ادتني نتيجة جميلة جدًا، وما كنتش متخيلة هتبقى حلوة أوي كده. أهي بصوا اتلفت معايا، بقت عندي بالشكل ده مقسومة 2 أهي. طيب أنا هاعمل فيها إيه؟ هاجيب عندي برطمان وهابدأ هاعدّي الجزء ده بالشكل ده كده أهي، بالشكل ده. هابدأ بُصّوا هنا عندي هاحاول أوسطن الناحيتين عشان يبقوا اللي فوق قد اللي تحت. يعني هافرد من هنا وهافرد من هنا بحيث إنه ما يبقاش واحدة تخينة أوي وواحدة رفيّعة. بُصّوا بقت عندي بالشكل ده، ما فيهاش أي حاجة. أنا كمان مش هالزق بشمع ولا هاعمل أي حاجة غريبة، يعني هي كده. بصوا المنظر، البرطمان شكله اتحول من غير أي حاجة وسهل جدا. كل اللي هعمله عندي إن أنا هجيب شريط من الستان وهاجي أحطه هنا وهبدأ هربطه وهعمل فيونكة عادية خالص. هربطه كده أهو بالشكل ده. أنا هربطه ربطة كمان بس عشان ما يفكش، يمسك السلك اللي عندي. حابين تلزقوه بالشمع مفيش مشكلة، بس أنا مش شايفة إن هو ليه لازمة. إحنا ممكن نعمله كده في أي وقت إحنا محتاجينه، نفكه، محتاجين البرطمان نفكه، هيبقى سهل خالص. هاجي كده أهو وعملت فيونكة جميلة بالشكل ده. بقى عندي البرطمان من غير ما أعمل أي حاجة، في منتهى الشياكة. كل اللي أعمله هجيب شمعة إلكترونية، والشمع بيتباع في المكتبات أو بيتباع في بتوع الأدوات المنزلية. هنا كده بالشكل ده عملت شمعدان جميل جدا جدا جدا، ما كلفنيش غير 2 جنيه. فكرة ب2 جنيه، شكله تحفة. تمام. طيب أنا هاعمل حاجة تانية برضو بنفس الفكرة، هتبقى برضو شكلها شيك قوي. عندي هنا العلبة بتاعت الكريم. هشيل الغطا، هاجي هنا افك الحاجة اللي عليها. هي لونها ابيض من جوه زي ما احنا شايفينها كده، شكلها جميل جدا ابيض في اسود. هاجي هنا اجيب واحدة تانية وافكها بنفس الطريقة زي ما عملت البرطمان بالظبط، وهعمل نفس الحكاية. انا بوريكم كذا فكرة معاها ان ممكن نعملها ازاي. طبعا هي الفكرة خفيفة ولذيذة وشيك جدا زي ما انتم شايفين وجديدة. هنا برضو هجيب قطعة من الستان وهعمل فيها فيونكة عشان يبقى الديكور مع بعض. ممكن نعمل برطمان صغير شوية. هنا كده بصوا شكلها جميل خالص وكيوت جدا. بصوا جميلة جميلة جدا، مفيش بقى اسهل من كده. فكرة سهلة وبسيطة ولا اروع زي ما بيقولوا، وفي منتهى الشياكة والجمال. دي ممكن بقى نستعملها زي منظم كده اهي. ممكن برضو نحط فيها شمع الكتروني تاني. يبقى انا كده عملت شمعدان، وادي منظم شكله جميل. طيب نعمل ايه تاني؟ الفكرة بعد كده هجيب ازازة، اي ازازة عندي، هفك برضو الجزء اللي هو فوق ده. المرة دي بقى هعمل ايه؟ طبعا لو حطيت هنلاقيها واسعة، مش هتبقى شكلها حلو. بصوا واسعة ازاي. هعمل ايه بقى؟ همسك كده دي، هفردها وابدأ اشدها جامد جدا
بحيث ان انا اضيق السلك ده من بعضه. يعني ازاي هعمل كده؟ بصوا كده، انا شديت السلك، ضيقت الغرزة بتاعته اللي هي المنظر اللي فيه ده. لما شديته كده طولتها وضمت على بعض شوية. يعني انا اهي فكيتها كلها من اولها لاخرها اهي. همسك كده وابدا اشدها بس بالراحه عشان السلك بس ما يعورناش كده اهي. بقت عندي اهي. هاجي ايه هنا اقص بس لو في حاجه طويله شويه عشان ما تضايقنيش، وهبدا برضو هعمل نفس الحركه. هلف من هنا، هحاول اضمهم على بعض عشان لما اجي الفها ورا شويه تبقى مظبوطه. يعني الاول هتبقى متكرفشه ومنعكشه كده، اما بص تبدا تتلف شويه اهي تبدا تتظبط. الفها بقى كلها على المقاس الرفيع ده عشان تتظبط معايا. الف كمان من الناحيه التانية، نعمل نفس الحكايه، الم على ضيق كده كده. انا عملتها بقت القطر بتاعها صغير، وهاجي هنا وهحطها في الازازه نفس الطريقه، بس غيرنا بقى ايه شويه فيها ان احنا عملنا ضيقناها. بقت بصوا بالشكل ده، شكلها طعم خالص، جميله جدا. برضو نفس الفكره بس خدت منظر الازازه مختلفه. طبعا الازازه دي ازازه دوني فهي شكلها حلو. ممكن برضو نعملها نحط فيها شمعة الكتروني، ممكن نعملها فازة نحط فيها زرع، ممكن نغير شوية في المنظر ونجيب جوبير زي مثلا زي كده وابدأ احطه هنا تحت كده. بصوا اداني منظر تاني خالص. انا هعمل كل اللي هعمله ان انا مش عايزة ان انا احط بقى شمع كتير وحاجات كتير. احط سنة شمع صغيرة هنا كده والزق الحرف اللي عندي ده كده. هحط لها برضو حتة ستان من فوق. بقت عندي بالشكل الجميل ده، تنفع فازة، تنفع شمعتين، ممكن احط برضو فيها اضاءة هيبقى شكلها جميل جدا برضو. اهي عملت منها شمعتين منتهى الجمال كده. عملنا 3 افكار من سلك الالمونيا. ممكن كمان هجيب واحدة كمان، دي اخر حاجة. هعمل نفس الطريقة برضو، هلف هنا كده. عندي الازازة دي ازازة شربات وهاجي او ازازة عصير، وهاجي هنا نفس الفكرة برضو. لو خدنا بالنا هنلاقي كل مرة بتديني شكل مختلف، هي مع انها هي نفس الفكرة بس بتديني منظر مختلف وحركة كده لذيذة فيها. انا عندي قطيفة وهاجي هنا كده وهلفها. بصوا اهي هعملها من هنا كده وهعملها اكس كده وهلف بيها واسطنها بس عشان تبقى مظبوطة. تيجي من هنا هلف بيها كده وهلف بيها لورا بالشكل ده، وهاجي هنا كده لفتها من قدام لورا هنا. بصوا بالشكل ده بقت جميلة جدا. انا عملت دي نازلة لتحت ماشية مع الستان او القطيفة اللي عندي. طبعا شكلها في منتهى الشياكة. طيب هي بس الجزء اللي فوق ده عندي هنا هو ضخة سيرما عاملاه بتاع عاملاه ضفيرة، وهاجي هنا هو وهلزقه. ممكن نعمله بستان برضو اسود هيبقى شكله شيك. اللي متاح عندنا بنعمله. يعني انا ممكن اعمل بدل ما انا بعمل ده اعمله بستان اسود عادي خالص زي اللي تحت. بقت عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، شكلها تحفه. انا حطيت حته ستان هنا بفيونكه كده. طبعا احنا ممكن نلف فوق ستان بس شكلها جميل جدا. محدش يتخيل ابدا ان ده سلك ألمونيا محطوط على ازازه، شكله في منتهى الشياكه كده. زي ما احنا شايفين عملنا 4 افكار باشكال مختلفه، مع ان الشكل هو يعني نفس الطريقه نفس التقنيه، بس الاشكال مختلفه بحاجات مختلفه. شكلهم روعه منتهى الشياكه. تعالوا نشوفهم معدولين ونشوف شكلهم ايه بالظبط كده. هنا بالشكل دون كده بقى عندي ال4 افكار اللي عندي من سلك الألمونيا. طبعا محدش يتخيل ابدا ان ده السلك بتاع المواعين، وعملنا بيه الاشكال الجميله دي. طبعا الفكره جميله جدا وجديده، شكلها حلو قوي، ديكور بجد اكتر من رائع
في منتهى الشياكة والجمال، وبطريقة سهلة جدا، لا دهان ولا لزق ولا اي حاجة، في منتهى الشياكة، مودرن، شكله تحفة. عمر ما حد يتخيل زي ما بقول لكم كده ان ده سلك ألمونيا معمول بالاشكال الرائعة دي. ويا ريت لو الفيديو عجبكم والفكرة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، لان ده دعمكم ليا، هو دعمكم باللايك والشير. ولو انتم اول مرة تشوفونا يا ريت تشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم من القناة كل جديد. ببقى سعيدة جدا لما بعمل لكم افكار جديدة، ويا رب تكون افكاري دايما بتعجبكم، واستنوني في افكار جديدة كتير وافكار تانية كتير، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. انت معك جميلة. انت اللي جميل يا قلبي.